تفتكروا ايه اللي يحصل لو رميت تومي شيلبي وسط امبراطورية جنكيز خان من غير مسدسات، من غير عصابة، بس سيجارة وخطة؟ اليوم الاول جارو قدام جنكيز خان اداه 10 ثواني يتكلم. تومي ما ترجاش. تومي شاور بصباعه، شاور على الخريطة وقال لجنكيز خان ان طريق الامدادات بتاعه في نقطة عمياء. جنكيز خان راجع وراه وطلع تومي صح يستدعي تومي. تومي هو اللي بقى يحدد المواعيد، بقى عارف مين من الجنرالات وفيا ومين اللي كلامه كتير واللي كلامهم كتير. بقوا يروحوا لتومي دلوقتي. الشهر السادس، جنكيز خان الاسبوع الاول. تومي ملمسش سلاح واحد، هو لقى حاجه احسن. التجار بدأ يبدل الفرو بالحديد والحديد بالخيل والخيل بالولاء. في 3 جنرالات بقوا مديونين له وهم لسه ما يعرفوش. الشهر الاول جنكيز خان ما بقاش نكسب 3 معارك بفضل طرق تومي اللي رسمها. عرض على تومي لقب تومي، رفض. عرض عليه ارض، لا. جيش، لا. امال انت عايز ايه؟ تومي رد كل واحد في المعسكر ده مديون ليه بحاجه فعلا. السنه الاولى جنكيز خان بنى اكبر امبراطوريه في التاريخ، بس كان في راجل واحد عمره ما قدر يديله امر، لان الراجل ده كان السبب في ان نص اوامره اصلا كانت بتنجح.